السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم يعني اللهجة المصرية من اللغة الفصحى. يعني سنعرف كل ما بعد جميعا، يعني اللغة الفصحى واللغة اللهجة المصرية عامية وبالإنجليزية، يعني المعنى إنجليزية. طيب يلا نبدأ. هنا اللهجة المصرية، هنا اللهجة المصرية، وهنا دي يعني اسمها دي اللغة فصحى، وهنا اللغة إنجليزية. أنت ياباني، أنت ياباني. وهنا هل أنت ياباني، هل أنت ياباني. يعني هنا are you Japanese كده. ودي اعمل لي أنت عايز، اعمل لي أنت عايز، اعمل لي، اعمل لي أنت عايز. يعني do what you like. اعمل يعني do، اعمل لي ما بعد يعني do انت عايز what you like هكذا. وهنا افعل ما تريد، افعل ما تريد اللغة فصحى، وهنا اللهجة مصرية اعمل اللي انت عايز هكذا. وهنا انجليزية do what you like. هنا بتحب الأسود، بتحب الأسود يعني هل تحب اللون الأسود، هل تحب اللون الأسود. دي اللغة فصحى، وهنا اللهجة مصرية بتحب الأسود أو بتحب اللون الأسود، بتحب اللون الأسود أو بتحب الأسود. وهنا اللهجة يعني فصحى هل تحب اللون الأسود. وهنا إنجليزية do you like black. هنا أنا متفق معك، ده اللهجة مصرية يعني عامية، أنا متفق معك. وهنا أنا أتفق معك، أنا أتفق معك. وهنا I agree with you. أنا متفق معك أو أنا أوافق معك، أنا موافق معك. برضو هو يعني هم يستخدمون أنا موافق معك، موافق أو متفق، اثنين يعني معناهما واحد. أنا متفق يعني أنا I agree أو مثلا أنا موافق، أنا موافق معك يعني I agree with you. أو دي هذا يعني دي أنا متفق معك، أو أنا شايف زيك، أنا شايف زيك. يعني أنا شايف، أنا شايف يعني مثلا I see like you، زيك يعني like you هكذا. يعني أنا أرى مثلك. أو أنا معاك في اللي بتقول، أنا معاك، أنا معاك يعني I with you، يعني في اللي بتقول يعني اسمه دي like to you. يعني I agree with you like this. أنا شايف زيك، أو أنا متفق معك، أو أنا معاك في اللي بتقول. هنا أنا تكلمت كثير مرة قف في مصر يستخدمون بعض يعني اسمه دي بعض الأوقات يستخدمون قف يعني همزة، أو قف يعني غين هكذا. طيب هنا دي ثلاثة، واحد اثنان ودي ثلاثة، ثلاثة يعني معناهما معنى واحدا. يعني أنا متفق معك، أنا شايف زيك، أنا معك في اللي بتقول هكذا. يعني أنا أتفق معك يعني I agree with you. بعدين اشتريت ايه، اشتريت ايه، اشتريت ايه يعني هنا لهجة مصرية، وهنا فصحى ماذا اشتريت، ماذا اشتريت يعني اشتريت ايه. وهنا what did you buy، ماذا اشتريت، اشتريت ايه. رحت فين، دي هنا كلها اللهجة مصرية عامية. رحت فين، رحت فين. وهنا لغة فصحى أين ذهبت. وهنا where do you go. وهنا تعرف تتصرف في دي، تعرف تتصرف في دي يعني can you handle this هكذا، تعرف تتصرف في دي. أو هتقدر تتعامل مع دي، أو هتعرف تشيل الموضوع دي. دي ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة معناهما واحد. معناها اللغة فصحى هل تستطيع التعامل مع هذا،
هل تستطيع التعامل مع هذا؟ هنا تعرف تتصرف في دي، أو هتقدر تتعامل مع دي، أو هتعرف تشيل الموضوع دي. هنا بالإنجليزية can you handle this. بعدين كنت ساكن هنا، كنت ساكن هنا يعني هل كنت تعيش هنا؟ هل كنت تعيش هنا يعني do you live here؟ كنت ساكن هنا. ودي عندك عربية، عندك عربية لغة عامية يعني لا فصحى. هل تملك السيارة؟ هل تملك السيارة يعني do you have a car؟ هناك عندك حيوان، عندك حيوان يعني هل أنت تربي حيوانا في المنزل؟ ده لغة فصحى يعني هذه لغة فصحى. هل أنت تربي حيوانا في المنزل يعني معناها do you have an animal at home؟ وهنا عندك حيوان أو أنت بتربي حيوان في البيت. ده اللهجة المصرية يعني دي اللهجة المصرية. عندك حيوان واحد، والثاني يعني الثاني أنت بتربي حيوان في البيت. أنت بتربي حيوان في البيت معناها إن اثنان واحد واثنين معناهما نفسه. هل أنت تربي حيوانا في المنزل معناها بالإنجليزي do you have an animal at home هكذا. بعدين بتحب تقرأ قرآن، وهناك مفروض قاف يعني همزة أو غين. طيب لو نستخدم همزة بتحبوا تقرأ قرآن، لكن دي قاف قرآن. شفت قرآن دي زي القاهرة، مثل القاهرة يعني مثلا نحن لا نتكلم قاهرة يعني آهرة أو قاهرة يعني قاهرة، لا نتكلم، لكن نحن نتكلم قاهرة يعني قاهرة هكذا. قرآن أنا أيضا يعني في حياتي طول حياتي في مصر أنا لم أسمع قرآن يعني اسم القرآن حد يعني أي شخص هو تكلم قرآن يعني أرآن أو قرآن يعني قرآن هكذا يعني لم نسمع يعني ما سمعت في طول حياتي حد تكلم قرآن يعني أرآن هكذا. لكن قرآن دي بالقاف مفروض يتكلم قا يعني أو قا، لكن هنا يعني يعني لا يتغير. هذا اللفظ لا يتغير. قرآن يعني قرآن مثل قاهرة قرآن هكذا يعني بعض الكلمات لم يتغير أو لا يتغير، لن يتغير. طيب بتحبوا تقرأ هنا بس تتغير يعني بتحبوا تقرأ قرآن، أو بتحبوا تقرأ يعني تقرأ في المصحف تقرأ. بتحبوا تقرأ قرآن أو بتحبوا تقرأ في المصحف، أو أنت بتحب القراءة. هنا قراءة يعني قراية أو قراية. أنت بتحب القراية في القرآن هكذا بدو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. ده يعني ثلاثة معناهما هل تحب أن تقرأ القرآن؟ هل تحب أن تقرأ القرآن هكذا اللغة معنى يعني معنى إنجليزية do you like to read the Quran هكذا. هل تحب أن تقرأ القرآن؟ وهنا ثلاثة يعني معناها ثلاثة. بتحب تقرأ قرآن، بتحب تقرأ في المصحف، أو أنت بتحب قراية في القرآن. طيب لو نستخدم قاف يعني غين نستخدم هكذا بتحب تقرأ قرآن، أو بتحب تقرأ في المصحف، أو أنت بتحب القراية في القرآن. بعدين هو يعرفك، أو هو عارفك، أو هو شايفك قبل كده هكذا معناها هل هو يعرفك؟ هل هو يعرفك يعني does he know you أو does she know you هكذا. طيب هنا معناها
برضو ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة كده. ثلاثة معناهما يعني واحد كده. هو يعرفك، هكذا هو يعرفك، أو هو عارفك، أو هو شايفك قبل كده، أو هو شايفك قبل كده. يعني معناهما هل هو يعرفك، أو does he know you. بعدين بتذاكر امتى؟ بتذاكر متى تدرس. متى تدرس يعني بتذاكر امتى. متى تدرس، بتذاكر امتى. متى تدرس يعني when do you study. ساكن فين. ساكن فين يعني أين تعيش. اللغة الإنجليزية where do you live. هنا عزمته. عزمته يعني عزمته، هكذا عزمته يعني هل دعوته. هل دعوته يعني عزمته، يعني did you invite him. هكذا عزمته يعني هل دعوته، أو هل دعوته يعني did you invite him. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنلتقي في فيديو الجديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.